صباح الخير بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم اليوم بفيديو ان شاء الله يا رب يعجبكم وينال رضاكم حبايبي. هنا أنا بديت وياكم من روتيني من الريوق، بس اول ما نبدي لازم نصلي على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا بنات تدرون بي اني دائما اغسل المواعين من الليل، وبعدين الصبح اني كلهن ارجعهن بمكانهن، لان تدرون بيها مي ولازم واحد ينشفها. يلا، وبديت الروتين وياكم ونظفت البيت، وهسه جيت امسح كل الاخشاب لان كلها بنات كلها اتربه. وتدرون التراب ما شاء الله ما ادري يعني بالشتاء وبيها واكو تراب، لا بالصيف والعجاجات شلون. وهاي الحمد لله والشكر. وحابة ادعي للطلاب لكل المراحل يا ربي، كل المراحل ان شاء الله الموفقية والنجاح لكل الطلاب. والله خطية تعبوا، واحنا هم تعبنا الأمهات، إن شاء الله الله يعوضنا بفرحة كبيرة، فرحة النجاح. هسه ابقوا يا حبايب وشوفوا باقي روتيني لليوم. طبعا صوت نيو طبعا تفتر بالبيت تحبي هي خطية، وصوتها تارس البيت. طبعا هسه أنا دا أمسح بالدرج وصوتها كلش عالي، فكتمت الصوت حتى لا تسمعون بنات. وهنا همين بنات نظفت المحجر لأن ألمنيوم هم يلم تراب. طبعا أنا كله أسويه بالفرشة وبعدين بالوصلة هو والحجر، لأن بنات هم يلم كلش هواي تراب. وطبعا جيت هنا على الكاونتر، اليوم ما عندي هواي يعني مواعين، قلت خل أنظف مالت البهارات، لأن دائما بنات أنا من أسوي كباب أو دولمة تبقى أثر إيدي بيها، فدائما أني أمسحها حتى ما يظل بيها الأثر. وطبعا نظفت الخلاط لأن أنا هم دائما أستعمله، تدرون يعني هو جوا إيديه، فدائما أني أستعمله بخلط الطماطة وعصاير، يعني كله جوا إيدي، فلازم دائما أني أمسحه. وهسه هنا بنات جيت أسوي الغدا. اليوم راح أسوي مرقة باذنجان. طبعا ما أسويها أني على اللحم، دائما أسويها على الدهن ما يحبوها. هنا عندي باذنجان وعندي فلفل وعندي طماطة، كلها راح أثرمها على شكل مكعبات. طبعا هاي طريقتي أني بالمرقة، يعني هي كل من وطريقته. أكو بيهم يسوون المرقة، يعني ياخذون الباذنجان ويعني يقطعوه على شكل طولي 4 أقسام ويقلوه، وبعدين يركبون عليه يعني باقي الخضار. أنا هسه هاي طريقتي. طبعا سويت باذنجاناية وحدة وصار الخير من الله، لأن هي الباذنجاناية كلش كبيرة بنات. هاي كلها راح أقطعها على شكل مكعبات. وهنا هم عندي الطماطة بنات، هم راح أثرم وياها. طبعا هي المكونات كلها أني دا أذكر لكم إياها، أخاف وحدة تريد تسويها تجربها. طبعا بنات والله كلش طيبة طعمها، وسويت وياها تمن بزل. وهنا عندي هم راس بصل، وراح أخلي كرفس وأخلي ثوم.
هنا بنات خليته كله ما احركه ابد، اخليه لحد ما يذبل ويلشع فد مره. يلا اضيف له المعجون وهم احمس النوب، وبعدين اخليه له مي. هسه راح اغطيه واخلي كل الخضروات تذبل عندي. هاي طريقتي اني بتركيب مرقة الباذنجان. بنات شلون ذبل عندي هسه كله، ما حركته نهائي. هسه راح احركه وعشان لشع عندي انا هاي اللشعه. بنات ينطي طعم كلش طيب بالطبخ من يلشع دج الجدر، يعني يلشع مو يحترق. لشعه هي انتم تعرفوها شلون واحد يحمص فد شي. هسه راح اقلبه واخليه شويه بعد، واجي اضيف له المعجون. تقريبا بنات خاش وقتين معجون، لان انا حاطه ويا طماطم. هم راح اظل اقلبه. بدون المعجون لازم يحمس كل الزين حتى ما يظل بيه اثر معجون. من يحمس اجي اضيف له المي. هذا البنات المي كلش كافي عليها. بني فور اضيف له المي ويسخن واطفيه. هاي طريقتي اني بمرقة الباذنجان. هسه نخليه يستوي على كيفه. وهنا بنات بعد ما لقطت الخضروات طبعا غسلتها بمي وملح. الملح شوية يعقمها بنات ويوخر كل الشوائب والأتربة اللي بيها. وهاي مرقتنا بقى شلون صارت. طبعا اني تغديت على الواقف بنات لان عندي طلعة وتغديت قبلهم، يعني صبيت شوية تمن وفوقها مرقة. طبعا هاي المرقة اني اعشقها بنات كلش طيبة. بقى شوف القوام مالتها شلون صار. ان شاء الله يا رب تعجبكم وتسووها وتعطوني رأيكم بيها. طبعا صبيت شوية تمن ومرقة وخضرة. راح اتغدى واشرب شاي، وعندي طلعة يعني اني هسه تدرون مبدلة يعني وواقفة دا اتغدى حتى بس اشوفكم شلون صارت عندي المرقة. لهنا حبايبي خلص الفيديو مالتي. لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مع الف سلامة.